السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبيبنا في الله، يا رب كله بخير وسعادة. افلاس نادي الزمالك، و في لعيبة كتير بدأت ما بتاخدش مستحقات بتاعتها، وسواء المصريين او الاجانب. ولكن المثير للريبة يعني ان موضوع الازمة المالية دي مش موجودة في نادي الزمالك من النهاردة يعني. دي بقالها سنين وسنين وسنين وسنين. الناس بتدور على الحل، والحل واضح وصريح. وممكن ناخد الحل ده من الدوري الإنجليزي الأندية بتبيع حقوق استغلال إدارة فريق كرة القدم. يعني معظم أندية الدوري الإنجليزي أو كلها تقريبا بتبيع حق إدارة كرة القدم لشركات أجنبية، يعني مثلا شركة مستثمرين أمريكان أو إيطاليين أو روس أو أيا كان جنسيتهم، بتديهم حق إدارة الفريق كرويا. تجيب لعيبة، تشتري لعيبة، تكسب في لعيبة، تطور في النادي، تعمل استاد، انما ملهاش حق انها تبيع اصول اللي هي الثابتة بتاعة النادي. يعني انا شايف ان ده الحل الامثل لأزمة نادي الزمالك. واعتقد ان يعني المشكلة مش هتفرق مين رئيس نادي الزمالك. يعني قاعد يقول لك رئيس نادي كورة نادي الزمالك طول عمره مش فارق معاه حتة رئيس نادي يكون كروي. ودليل التاريخ بتاع النادي، يعني تاريخ النادي تعالوا نشوف كده. مش هتلاقي يعني مثلا كمال درويش ده، اعتقد دكتور كمال يعني درويش، اصلا اعتقد يعني اللي هو ما كانش كروي كرة قدم. متهيألي كان كرة يد، كان لاعب كرة يد تقريبا سابق. لكن ما فيش لاعب كرة قدم نجح في رئاسة الزمالك، فأنا العملية مش فارقة. أعتقد إن الزمالك محتاج شركات أو رجل أعمال قوي يشتري النادي، يشتري حق إدارة النادي. يعني ويعاونوا من يختار هو بقى، وحر وعايز ينجح أكيد يعني. انما حتة ان الزمالك يفضل كده، شوية أزمة مالية، شوية لعيبة بتفسخ عقود، شوية بيرفعوا قضايا، أعتقد النادي مش هيستحمل، لأن المصروفات دلوقتي أصبحت أكثر من المدخولات اللي بتخش النادي، في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين وسواء مرتبات أو شراء. فالحل الأمثل أعتقد، وأنا قلتها، إن الأندية مش الجماهيرية مش هتستحمل، وهتضطر في الآخر إنها تمشي في السكة دي، إن هي تبيع حقوق إدارة كرة القدم لشركات أو لرجال أعمال. و... وده افضل حلول. وكده كده انت هتحافظ على اصول النادي اللي هي الثابته، الملعب والاستاد وكده، او الاماكن التاريخيه بتاعت النادي هتحافظ عليها. انت مش عايز حاجه اكتر من كده. ان شاء الله التوفيق للجميع، واتمنى ان شاء الله التقدم ورخاء باذن الله في الايام الجايه باذن الله. شكرا لكم.